بقول لك ايه يا معلم، مش هتقولي ابويا راح فين؟ ما اعرفش، لكن انا لو كنت اعرف انك هتيجي تسأل عليه والله العظيم كنت خليته قاعد معايا هنا في الفيلا زي ما اتفقنا. شو فاكره؟ زي ما اتفقنا بالظبط، كنت خليته قاعد معايا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا دي نور الملالي والطله الحلوه. بسم الله ما شاء الله، بدر منور يا ولاد. اهلا يا اختي. الست ام هشام، ها المدام. اهلا وسهلا يا مدام. شو اللي كانت ساكنه هنا، بنت عم الجبالة. انت ايه نسيتي ولا ايه؟ ودي تتنسي؟ شو بنت جبالة؟ مش دي اللي انت بنت لها الفيلا عشان تسكن فيها؟ ايه بس ما كانش فيه نصيب، خدها سيد وطار. ولا نسيتي اني رقصتلك في فرحك يا شوق زي المعلم مناسي؟ الله مالك يا راجل، عينيك فنجلت كده. ايه انت كنت فاكر ان انا هنسى ان العز والهنا اللي انا فيه ده كله بسبب مين؟ ما هو بسبب الحلوه. شو جرى يا راجل؟ بس بصراحه ربنا شوق حلوه، عينيها جميله، تستاهل بدل الفيلا قصر. ميرسي يا مدام. ده انا اللي ميرسي يا روحي. العز والهنا والسعد اللي انا فيه ده كله اتكتب لي بسببك. ولا تكونيش راجعه تحمحمي عشان تعيشي هنا تاني؟ انتي فاهمه غلط يا مدام، انا عايشه كويس قوي. ما هو باين يا حبيبتي، باين والله، باينك وقعلك وقعه سقعه، برنيطه وبدله وشياكه وقلاج، لا والعربيه اللي واقفه بره في الشارع سداه. طب قومي خف كده واعمل لنا حاجه نشربها لحسن ريقنا نشف. عينيا يا روحي، ده انا صفي عينتين الاتنين للست شو اجيبهم لها في كاسات تشربهم. لا 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 لا، خلي ميه عينيكي مطرحها زي ما هي، احسن بعدين المعلم يزعل منك ويجيب مكانك هنا حد تاني يا مدام. فعشر كافياه ومالي عينه وسد عليه البيبان ومخلفه له الصبيان والبنات. ربنا يخليهم لك ويخلي لك كمان المعلم ويخليهم لك يا ست الستات. الله 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 الله. ايه يا ام هشام، انت ماشيه ولا ايه يا شو؟ معلش يا معلم، اصل المكان ده مش بتاعي، وكمان عندي حاجات تانية كتير ورايا لازم اعملها. على فكرة يا معلم، لو ابويا جه يزورك يا ريت تخليه يسيب عنوانه، ممكن؟ طبعا، من عينيا الجوز. وما تسيبي انت عنوانك. اسأل البيت بتاعي الاول، عن اذنكم. مع السلامة يا ست الستات، ابي تعالي زورينا يا اختي. استني، خدي يا اختي الفرو بتاعك. ميرسي. احسن، ده غالي قوي. غالي قوي. باي باي. باي. ايه يا وليه اللي انت عملتيه ده؟ ايه في ايه؟ عاوز مني ايه؟ اعمل ايه؟ الم هدمتين واروح شارع محمد علي تاني وهي تيجي تعيش هنا ولا ايه بالظبط؟ طب بس انت عارفه تنسي شارع محمد علي؟ ده انت ما صدقت. ما يتنسيش يا روحي شارع محمد علي، حتى لو فات عليها 10 سنين ولا مليون سنه، هو حد بينسى اصله ولا بينسى اللي جرى؟ واسال روحك، اسال الست هانم اللي انت جايبها لي لحد هنا. وبعدين يا بيها؟ ولا قبلين، رايح وراها ليه؟ وحشاك بنت جبلة؟ قسما بالله العظيم يا بيها لو ما استعملت عقلك لاكون خارج من هنا وراجع وفي ايدي مره وكاتب عليها كتاب وهنا اهو. وانت عارف ان انا عملتها قبل كده، ومش في يوم، لا في ساعتين زمن. طب اعملها كده. سيد فين يا شوق؟ ما تقوليش ما اعرفش، ما حدش اولى منك يعرف مكان جوزه فين.
ما بقاش سيد لوحده اللي لازم نعرف هو فين يا سميحة، بقى سيد ومنصور. منصور لا كان جوزك ولا خدتيه من العطفة ولا قدام أهل السوق كلهم وطلعتي بيه فوق راس الدنيا كلها. هو اللي خدني وطلع بيا وبعدين سابني معلقة في الهوا. كل اللي انت فيه ده ومعلقة في الهوا ايه؟ راكبة طيارة؟ لا، على ذمة راجل حماني وضلل عليا زي عمك كده، ما كان في يوم من الأيام هيرمي ملك المغازية كله تحت رجليا وانا اللي قلت له لا. عشان عاوزة اولاد المغازية المتعلمين، عاوزة منصور وما لقيتيش غير سيد، واخرتها جاية تدوري على منصور. ما تنكريش يا شوق، احنا كنا فاهمين بعض كويس قوي ولسه فاهمين بعض. اللي مش مفهوم دلوقتي يا سميحة بقى اكتر بكتير. اللي مش فاهماه، لو كنتي بتحبي منصور اتجوزتي سيد ازاي؟ عشان اهرب من سجن عمك ولا عشان منصور دخل السجن؟ لو كنتي بتحبي منصور حقيقي كنت استنيتيه العمر كله لغايه ما تفك سجنه زي ما نجاة بنت خالته عملت بالظبط. عشان قالها لها، قال لها استنيني. يا ريته كان قالها لي انا، كنت قعدت العمر كله استناه قدام باب السجن. عموما لو شفتيه قولي له ان انا عايزاه ضروري عشان وحشني، وعشان اخليه يدور على اخوه سيد اللي ما حدش راضي يدور عليه. الحمد لله بالسلامة يا استهانة. الله يسلمك يا نعيم. نجهز الغدا على السفرة. غدا ايه دلوقتي؟ احنا بقينا المغرب. ولازم ما تغديتيش. مش لازم ولا حاجة. يعني اتغديتي بره. مش عايزة غدا خالص. ازيك يا نعيمة؟ البيت سأل عليكي. امتى؟ بعد ما نزلتش على طول، وكان عاوز يتغدى هنا. وقلتي له ايه؟ قلت له ان الهانم خرجت. وبعدين قال لي لما تيجي الهانم تكلمني. اطلبهولك يا هانم؟ لما ارجع هبقى اكلمه، ده اذا هو ما كلمش دلوقتي. الو سعادة الباشا، وصل بالسلامة. حاضر. مين يا نعيم؟ الباشا يا هانم. طب روحي انت. الو، قاعد جعان لحد دلوقتي؟ مستنيني؟ انا كمان ما اتغديتش، مستنياك. مع السلامة. يا عيني يا عيني على سيد العايق وعلى اللي جراله. جراله ايه يا ست؟ ما تتكلمي. يا اختي ده اللي حصل له ما حصلش لحد. ايه هو اللي حصل له؟ اتكلمي. هو انت اخوه يا استاذ؟ ايوه انا اخوه. امال يعني ما شفناكش في الشقه ليه؟ دي كانت قعدات انس وايام هنا. يا ست انا بسألك عن اللي حصل لسيد. يا لهوي يا استاذ، ده احنا كل ليله والتانيه كنا نروح وننصب القعده، وكان التخت ياخد حقه قوي، وسمعنا يا زكي، رقصنا يا زكي. ورق يا زكي، ورق يا اخويا، خلينا نسمع بعض. امال البيه يحب يشرب ايه؟ شاي ولا قهوه؟ بيقول لك هنا في ايسون، قال ايه بيسلك الحنجره. يا اخويا لا بيسلك ولا بيهبل. اقول لك خد شاي في ال50 احسن. طب قولي لي يا ست، هو انت اخر مره شفتي فيها سيد كان امتى؟ يا اختي يا اختي يا اختي، على اخر مره شفتك فيها يا سيد يا عايق. عدوك واللي عمله واللي كان فيه يا اختي. فاكر يا ولا يا زكي؟ فاكر الا فاكر، هي دي كانت ليله تتنسى. ولا واتسي كوريا بياع كابوريا وعلى ملاهي القرش اتنين ابو يا تاجر اقمشة مستعمل. بس كانت
تتجوز حته بنيه ايه؟ كانت بنت حلوه صحيح، ولا نجوم السيما. كان اسمها ايه يا بنتي يا نوال؟ كان اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ معلش يا اخويا، اصل الواحد مخه مش معاه، لسه ما عملناش الاستباحه. كان اسمها ايه؟ كان اسمها ايه؟ كان اسمها شو؟ ايوه صح يا استاذ شو، الله يفتح عليك. انا كان كل اللي داير في نفوخي من يوميها ان البت دي هي سبب وكسة الجدع ده، سيد العايق يا جدع. كان ابن حلال وعلى نياته. طب وبعدين يا ست حصل ايه؟ حصل ايه في ايه؟ ما خلاص يا اخويا، المورد والفضل. رحنا مره واتنين لقينا المسرح متسنكر، نسال على اصحابه راحوا فين محدش عارف. طيب شكرا يا ست نوال، شكرا يا اخ. لسه بدري يا استاذ. شكرا على ايه؟ هو انت لسه خدت الشاي بتاعك؟ مرة تانية بقى، زي ما انت شايفة لسه ورايا لف كتير. يجعله فايدة ان شاء الله، يأثر سكتك وتعتر فيه. مع السلامة. ده لو كان لسه حي يا نوال. الله اعلم يا زكي، الله اعلم اذا كان حي ولا مات. تخش برجلك اليمين ولا اخش انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. وديني دخلت برجلي اليمين وراك برضه. حلوة وشرحة مش كده؟ كويسة، يا بس عيبها انها ارضي، يعني منها للشارع. في الحالة دي هنضطر نركب حديد على الشبابيك. يا سلام، تركب حديد على الشبابيك وانا موجود ابو عثمان؟ طب سيب الشباك مفتوح والباب كمان مفتوح، لو حد هو بيمتك شوف يحصل له ايه. يا عم سمعة، انا جاي هنا الدارة، مش جاي افتح الشبابيك والبيبان واقول شكل للبيع. لا يا عم قول براحتك، قول وما يهمكش. لا، انا عايز اقول لك على حكاية تانية اهم من حكاية شكل للبيع دي. انا هرستها. عاوز تشتري حتتين عفش؟ لا، كنبة واحدة. هي كنبة واحدة انام عليها واحطها ان شاء الله حتى هنا. عارف يا سمعة، لو انا كنت عارف سيد فين كنت جبت حتتين العفش بتوعه اللي مرميين على السطوح دول، انما طول ما انا مش عارف هو فين ما اقدرش امد ايدي على حاجته. لا ولا يهمك، ولا يهمك من ايها حاجة. قول لي انت بس لازمك ايه غير الكنبة، وانا عندي بدل الحل 10. مش انا اللي هنقي العفش يا سمعة، نجاة هي اللي هتفرش وتختار على مزاجها. انت نويت بقى يا صاحبي؟ نويت يا سمعة، ما بدهاش بقى وملهاش حل كمان. هنستنى ايه والامتى؟ بعدين كفاية على نجاة كده قوي. طب غير مؤاخذة، يعني لو حبيت انقطك ولا اساعدك؟ هقول لك لو احتجت اي حاجة هاخد منك، انما انا عندي احساس ان ربنا هيدبرها ان شاء الله وهيقدرنا ما نمدش ايدينا لحد. خد امسك يا منصور. مستني ايه؟ هي الحكاية بقت بالعكس ولا هي نجاة؟ هو ايه ده اللي بالعكس؟ ان انت تقدمي لي مزاجك بدل ما انا اقدم لك الشبكة. وهو انا ايه وانت ايه يا منصور؟ وبعدين ما انت بكره تجيب لي بدل الواحدة 10. يلا امسك روح بقى.
واجي ادفع تمنهم لابوك مهر؟ لا، فوت عليا كمان ساعة ننزل نشتري اوضة النوم والصالون اللي يعجبك. انا مش عاجباني بصتك ليا دي يا منصور. احنا لا احنا غربة عن بعض، ولا انت فقير وانا بمد ايدي عشان اساعدك. انت حقك في ورث ابوك يشتري لك نص شارع الصاغ. امسك بقى يا منصور، ما تزعلنيش. طب ولما يسألوك مساغك فين هتردي تقولي ايه؟ محدش هيسأل، هم خلاص عرفوا ان مفيش فايدة منه. وبعدين يعني يا منصور هو اللي استأمنك على عرضه، مش هيستأمنك على كام غويشة وسلسلة. وحياتي عندك ما تكسف ايدي يا منصور. لما نمد ايدنا لبعض احسن ما نمدها للناس. استاذ منصور، تسمح؟ ايوه، عايز حاجة؟ اتفضل اركب. اركب فين؟ معايا. بالمناسبة أنا واسطة خير وعبد المأمور. ومين بقى اللي أمرك؟ الباشا. باشا مين؟ حد ما يعرفش الباشا؟ ده انتم أهل ومعرفة قديمة قوي ونسايب كمان، ولا مش واخد بالك؟ حلمي دي؟ اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا منصور. اهلا بيك. ايه يا راجل انت فين؟ حضرتك عارف انا كنت فين ومن كام سنة. ايوه عارف، بس برضه نشوفك يا راجل. تحت النظر يا حلمي. لا خليك فوق النظر، المهم نشوفك. اتفضل يا منصور، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا كده برضه يا منصور، ولا كأننا أهل ولا نعرف بعض يا راجل. ده احنا نعرف بعض قبل ما نبقى نسايب، ولا انت مش فاكر؟ لا ازاي يا فندم، فاكر طبعا، وفاكر حتى اخر مرة قابلت حضرتك في نيابة، واكيد حضرتك عرفت انا دخلت السجن ليه. من غير ما اعرف. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعوضك عن كل اللي فات. العمر ما بيتعوضش يا حلمي بيه. انت معاك توجيه مش كده؟ ده انا كنت في اخر سنة في كلية الحقوق، بس للأسف ما امتحنتش، وحتى كنت حاولت وانا في السجن اكتر من مرة اني اذاكر وامتحن، لكن ايه؟ هتذاكر وهتمتحن وهتنجح وبالتقدير اللي انت عايزه. تحب تنجح بتقدير ايه؟ انا هكون شاكر جدا يا حلمي بيه لسعادتك لو سعادتك يعني لقيت لي اي استثناء ان انا ادخل الامتحان. سعادتك عارف ان انا ابن الثورة ودخلت السجن علشان احمي رجالة الثورة. انا مقدر موقفك يا منصور وموقف والدك الله يرحمه. ده اقل واجب نعمله معاك، انت لازم تكمل تعليمك. أنا حاضر يلا على الباب. حاضر ثانية واحدة. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت فين يا عم جبال؟ في الدنيا الواسعة يا منجاة. واحنا بقى مش عايشين في الدنيا الواسعة ديك تطل علينا؟ اتفضل يا عم جبال، واقف ليه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد حماتك كانت بتحبك. ايدك معانا بقى على العشاء. لا متشكرين يا منجاة، انا الحمد لله اتعشيت. خلاص نشرب بقى القهوة سوا. نجاة يا نجاة. ايوه تعالي شوفي مين جاي يزورنا.
عم جاب الله، اهلا وسهلا يا عم جاب الله، خطوه عزيزه. وهتبقى عزيزه قوي لما تعرف ان هو جاي يسلم على منصور. صحيح، دي القلوب عند بعضها. ده منصور شافك في المنام، قال انك بتقوله ان ابوك بيسلم عليك. صحيح يا نجاة. صحيح يا عم جاب الله. منصور ده ابن حلال، ابن حلال صحيح. انا جاي عشان اقول له ان ابوه بيسلم عليه. الاقيه فين يا بنتي؟ عشان تقول له كده؟ امانه يا بنتي، امانه محملها لي ابوه ولازم توصل له. دليني على مطرحه يا نجاة. امانه ايه يا عم جاب الله؟ يا بنتي يا بنتي، اذا كنت عايزه تريحيني وتريحيه دليني على مطرحه. ده انا قلت اخرة اللف هلاقيه هنا. ده تلاقيه في شقته دلوقتي يا عم جاب الله. طيب اديني العنوان يا بنتي، الله يستر عرضك. لا انا هاجي معاك احسن، انا عارفه المكان لحسن ما تعرفش توصل. لحظه واحده. انت منورنا يا عم جبل. عاوز سعادتك تساعدني اعرف سيد فين. سيد مين؟ سيد اخوي، سيد عثمان المغازي برضه. اكيد سعادتك هو طلعت ما قالش لحضرتك انه مختفي؟ قال لي. يعني حضرتك عارف؟ وعارف سيد فين. فين يا سعادة الباشا؟ معتقل. معتقل؟ ما اعرفش فين، بس اعرف ليه. طب ليه؟ تهمة سياسية يا منصور، وبلاش تدور عليه. هو هيطلع في الوقت المناسب، واي محاولة علشان تخرجه هتضرنا مش هتفيدنا. سيب عنوانك الجديد عند السكرتير. حاضر. انت ان شاء الله يا منصور هترجع السوق العصر في اقرب وقت. ما هو مش معقول تبقى نسيب حلمي عسكر وعيل زي رجب ابن فودة ده يحرمك من ملك ابوك. هو حضرتك عارف كمان؟ انا عارف كل حاجة، ولو مش عايز تسيب عنوانك بلاش، انا هعرف اجيبك. منصور، منصور مش موجود يا عم جاب الله. تحب تقعد تستناه لحد ما يرجع؟ لا يا بنتي، انا مش ضامن هيرجع امتى. طيب بقول لك ايه يا نجاة، اول ما يرجع منصور يا بنتي قولي له عم جاب الله عاوزك. خليه يجيني ضرب السنانين ورا الحسين من خان جعفر، يسأل بس ويقول جاب الله فين والف من يدله. حاضر يا عم جاب الله. مش هتقولي برضه عاوزه في ايه؟ وحشني يا بنتي، وحشني وعاوز ابلغه امانة ابوه. قولي له رؤيتك حق ولك حق يا منصور. رؤيتك حق وليك حق يا منصور. ربنا يبعتك بسرعة يا منصور عشان تشوف حقك ده ايه. معتقل؟ معتقل ايه؟ وليه؟ معتقل ايه محدش يعرف، وليه نشاط سياسي. ياه، ليه كده بس يا سيد؟ بوظتلي المفاجأة اللي انا كنت محضرها لك. اخر حاجة ممكن اتوقعها ان سيد العايق يكون معتقل سياسي. بس الحمد لله اهو عايش، اديك اطمنت. طمنت؟ انا مش هطمن يا نجاة غير لما الاقي سيد معايا وعايش حر. قولي لي انت ايه المفاجأة اللي انا بوظتها لك؟ عم جاب الله ماله؟
بيقول لك رؤيتك حق وليك حق يا منصور. هو قال رؤيتي حق وليا حق. وبيقول لك كمان ابوك بيسلم عليك. يعني ايه؟ هو بقى عايزك تروح له ضروري عشان يقول لك يعني ايه. تعالى يا منصور. عم جاب الله، ازيك يا عم جاب الله؟ ازيك؟ قاعد مستني من سنين يا منصور. وانا اول ما نجات قالت لي جيت لك جري. ما شاء الله، زي ما شفتك في المنام بالظبط. لا، دي رؤية يا منصور، رؤية مش منام. انت ربنا هيكرمك اخر كرم. انا قلت النجاة اللي انت قلتهولي في المنام. ابوك بيسلم عليك يا منصور. وآن الأوان تمد ايدك وتستلم انت كمان يا منصور. استلم ايه؟ دلوقتي تعرف يا منصور. تعال معايا. على فين؟ تاخد حقك وترتاح وتريحني. حقي منين يا عم جاب الله؟ حقك من مال ابوك، حقك من سوق العصر، واللي له حق بيدور عليه، وإن ما دورتش عليه هو هيدور عليك ويلاقيك. ايدك معايا يا منصور. صندوق المغازية. الأمانة اللي أبوك علقها في رقبتي يا منصور، وكل صلاة في ليل أو نهار أدعي ربنا إنه يقدرني على ردها ويطول عمري لحد ما قابلك. يلا افتح الصندوق يا منصور. عارفه حافظ اللي جواه بالظبط. اصل ابويا الله يرحمه كان هيسلمهولي قبل ما ادخل السجن، عشان كده انا عارفه كويس قوي يا عم جاب الله.
دي روعة الوحي اللي عليها الآية الكريمة. ده رسمة الحقيقي يا عم جاب الله. وايه ده؟ ايه ده يا عم جاب الله؟ بقى هو ده حقي برضه يا عم جاب الله؟ بقى هو ده اللي استأمنك عليه يا ابويا؟ والله يا ابني لا فتحته ولا ايدي اتمدت عليه يا منصور. ليه؟ ليه يا عم جاب الله؟ علشان تبقى راجل امين واهل ثقة وتحلف لي بالفم المليان انك لا فتحت الصندوق ولا ايدك اتمدت عليه؟ طب كنت افتحه يا عم جاب الله، كنت افتحه علشان تعرف جواه ايه وتعرف ازاي تحافظ على الامانة وعليا. على الاقل انت لو كنت فتحته يا عم جاب الله كنت هتعرف ان رزم الفلوس اللي فيه دي قديمة واتلغت بعد الثورة. يعني دلوقتي بقت شوية ورق ما ينفعش حتى بتوع اللعب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خدتش بالي يا ابني. كان لازم تاخد بالك يا عم جاب الله. وابويا الله يرحمه كمان كان لازم ياخد باله. خليك بره الجامع يا ابن فودة، ما تخطيش برجليك جوه. انا هطلع لك بره. ما تحاولش تهرب مني تاني يا منصور، ده انا ما صدقت لقيتك، والجامع ملوش غير باب واحد وانا هطلع لك منه، بس انت ما تدخلوش، لان بيت ربنا سبحانه وتعالى اطهر من اللي في نيتك وله حرمه ما كنتش انت تعرفها انا اعرفها. طب تعالى يا منصور، مطرح ما مديت ايدك على ابويا هقابلك، بس خد بالك انا هقابلك من قدام وشي في وشك، لا هاخدك على اخوانا ولا هضربك من ورا ظهرك. ما تسيبوش يا رجب، اقتلوا. دم ابوك امانه في رقبتك يا رجب، دم ابوك امانه في رقبتك. ان كنت ابن فودة بحق هاخد حقه. شو بيت ابوك يا رجب؟ رجب وقف المنصور يا عطيه، عطيه. ايه في ايه؟ رجب هيقتل المنصور، سامع يا عطيه؟ منصور مش صغير. يا علي يا علي يا علي يا ابن عثمان المغاز، اخوك لوحده واللي الغول يا علي. ايه ده يا سمير؟ خليك انت يا سمير. خليني انت وازاي؟ اخوك مقابل الموت بوشه. يلا يا علي ودوني خليني. بايه يا بيها؟ ايه اللي حصل؟ تلاقي ابن فودة واقف لحد ده يكون واقف من الواد عطيه، ما انا قلت تسيبوه منه المنصور. خلي بالك من نفسك يا حاج. اخويا عليك خليك بعيد، محدش يقرب. خلص عليه يا رجب، قوم خلص عليه يا رجب، قوم ابعد عنه يا منصور. ابعد انت يا سميحه، قلت لك محدش يقرب. طول عمركم عايزين نقابل ابن فودة لوحده،
يبقى خلاص سيبوني منه له. قوم يا ابن فودة نتقابل. قوم 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 يا ابن فودة، خلينا نتقابل. صندوق المغازية اهو. ايوه يا عم، صندوق المغازية اللي ابويا كان سايبهولي علشان يحميني دلوقتي، زي ما يكون ابويا كان عامل حسابه للي هيحصل. خليلك يا منصور. ما تخافيش على اخوك يا بنت عثمان المغازي. انا مش عايز اقتلك يا ابن فودة. اقتلني يا منصور وريحني. مستني ايه؟ انا قتلت ابوك لانه كان يستاهل القتل، علشان كان عايز يقتل بلد بحالها. انت مش فاهم حاجه يا راجل، ومش عايزك تقف في وشي تاني. جبت الصندوق منين يا منصور؟ ما انا قلت لك يا عمي، ابويا سابهولي. وانا قلت لهم الصندوق ضاع. الصندوق ضاع بكل ما فيه. خبيت له الصندوق يا جاب الله وقعدت تدور عليه عشان لما يرجع تدوله. الصندوق ده فيه ايه يا منصور؟ ابوك الله يرحمه ما سابش وراه فلوس، لم الفلوس كلها وساب ده كده. عايز تعرف ايه اللي في الصندوق ده يا عمي؟ حقي يا منصور وحق المغازية كلهم. بتدوروا على حقكم يا مغازية ونسيتوا حق انا؟ ماشي يا عمي، انا هوريكوا الصندوق فيه ايه وحقي هاخده. دي هدومي وانا عيل صغير ابن 7 اشهر. ابويا الله يرحمه شالها لي علشان فيها ريحة جدي، وده حقي ومش هسيبه. ودي رقعة الوحي اللي عليها الآية الكريمة اللي متهيألي إن كلكم نسيتوها يا مغازية. نسيتوها وما عادتش لازماكم، إنما اللي بتقولوا إنه حقكم واللي يلزمكم أهو. ماله المغازية كلهم؟ مالك؟ ايه ده؟ ما تلم المال يا عمي، لم الفلوس، لمها وحوشها كلها ولا ما عادتش تنفع. عموما ده مش ذنبي. اسأل اللي خاف يفتح الصندوق، اسأل عم كبر. عموما ما رحناش بعيد،
وزي الآية الكريمة اللي على رقعة الوحي ما بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. ولا الزمن من